اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني بطريقه جميله جدا. معايا كيلو من الكبده الاسكندراني متقطعه شرايح صغيره. معايا فلفل رومي 4 فلفلات. معايا كميه مناسبه من الفلفل الشطه. معايا البهارات بتاعتي كمون، كزبره، فلفل اسمر، والملح على حسب الرغبه. معايا الكبده هنزل بيها في البوله، كيلو من الكبده وعليهم البهارات والثوم المفروم، وهنزل بنص كمية الفلفل الرومي ونص كمية الفلفل شطة، وهنزل بالملح الكمية المناسبة، وهنزل بحوالي ليمونتين. طبعا هستخدم ليمونتين تانيين في مرحلة معينة من طهي الكبدة. هقلب معايا الكبدة كويس جدا، هدمجها كويس جدا، وهنزل بكمية مناسبة من الزيت. ومعايا ليا ضاني جميلة جدا بتدي طعم جميل جدا للكبدة، وبنزل بيها تنزل الدهون الجميلة اللي فيها، وبعدين انزل بالكبدة لحد ما تنزل المية بتاعتها، وابدأ انزل بالفلفل والشطة اللي باقيين المتقطعين لحد ما تكمل نضجها وتشرب المية بتاعتها تماما. وهنزل عليها بعصير ليمونتين وهقلبها بالشكل الجميل ده كده، وهقدمها وبقدم معاها مخلل مشكل وعيش وممكن جرجير. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو. مع السلامة.